ناس كتير بتتساءل هم ليه الجماعة الأهلاوية دول عندهم شغف كبير أوي بالبطولات، عندهم نهم كبير أوي للبطولات، ما بيشبعوش بطولات، تطلع من بطولة تاخد بطولة. طيب أنا عايز أقول لحضراتكم على حاجة. والله العظيم احيانا الواحد بيبقى بيتفرج على الاهلي في نهائي اي بطوله، في نهائي سوبر مصري، في نهائي سوبر افريقي، في دوري ابطال افريقيا، في اي حاجه. الواحد بيفكر الماتش شغال والاهلي ان شاء الله هياخد البطوله، وانت بتفكر الاهلي هيعمل ايه بعد كده، الاهلي هيوصل بايه في البطوله دي، بالبطوله دي لابعد من كده. هيروح كاس العالم للانديه، ولا هيكسب اي حد يجي قدامه، ولا هيعمل ايه؟ لازم تفهم حضرتك ان الاهلي هو اللي معلي سقف طموحي. انا ماليش ذنب ان النادي بتاعك مش معلي سقف طموحك، انا ماليش ذنب ان النادي بتاعك كل 3 4 سنين بياخد بطوله. انا النادي بتاعي علمني ان انا على طول دايما اكون عايز بطوله. لعيبه النادي الاهلي عندهم بطولات يعني قد انديه. يعني محمد هاني الراجل ده عنده لا يقل عن 30 بطوله. لعيبه كتير جدا في النادي الاهلي عندها بطولات حدث ولا حرج. فالنادي الاهلي علمني ان انا لازم اخد بطوله. طيب في ناس برضو بتقول ما لولا انتوا بتاخدوا بطولات علشان كده بتشجعوا النادي الاهلي. اللي عايز اقول لحضرتك ان النادي الاهلي من سنه تقريبا 2013 لحد 2020 النادي الاهلي كان بعيد خالص عن الساحه الافريقيه، يعني ما كانش بياخد بطوله دوري ابطال افريقيا اطلاقا، ولكن احنا كنا دايما ورا الفريق، كنا دايما مساندين للفريق. احنا بعد الخساره من صن داونز 5، يعني الخماسيه السوداء اللي في حياتنا بصراحه، يعني شجعنا ووقفنا في ظهر الفريق، وشفنا اللي حصل في الماتش الثاني في برج العرب، والتكاتف الجماهيري اللي حصل ما بين اللعيبه، واللعيبه اتعهدت ان هي تجيب البطوله السنه اللي وراها، وفعلا ده حصل. النادي الاهلي كافئنا احنا كجماهير، كافئ مجلس الاداره، كافئ الاعضاء ان هو ياخد بطوله دوري ابطال افريقيا من الزمالك. فانت ما تجيش النهارده ترمي كل اخطائك عليا وتقول لي انت بتجيب الفلوس منين، وانت بتجيب الموارد بتاعتك منين، وانت بتجيب الاراضي بتاعتك منين، وانت بتجيب اللعيبه بتاعتك منين. انا راجل شغال استثمار، انا راجل شغال عارف انا بعمل ايه. مجلس اداره النادي الاهلي ناس فاهمين هم بيعملوا ايه، ناس بيعملوا لمصلحه النادي، ناس بيعملوا لمصلحه الفريق، بيعملوا لكل اللعبات اللي موجوده، مش بس كره قدم، ده طايره وكره يد وكتير جدا من الالعاب اللي النادي الاهلي واخد باله منها ومركز عليها جدا علشان ياخد بطولات. فانا مش ذنبي ان انت او النادي بتاعك مقلل حجم الطموح بتاعك، بياخد له كل 3 4 سنين بطوله. فانت ما تجيش تحاسبني انا على الكلام ده كله. لو هتتكلم على القوه الشرائيه، فالزمالك من فتره من الفترات كان عنده فلوس يجيب اي لعيب ويدخل في اي صفقه قصاد النادي الاهلي وياخدها. خد عبد الله السعيد في عز ما عبد الله السعيد كان يفرق كتير مع الاهلي، دخل وجاب صفقات كبيره جدا، وكان عنده تيم الاحلام، وكان عنده لعيبه على اعلى مستوى. ولكن الانضباط يا جماعه، النادي الاهلي ده يعني انضباط. النادي الاهلي ده هو اللي بيعلمنا يعني ايه مبادئ واخلاقيات. النادي الاهلي ده هو اللي بيخلينا يعني على فكره يا جماعه والله العظيم احنا بالنسبه لنا الاهلي ده يعني ايه، حاجه في الحياه، حاجه بتجري في دمك. الراجل الجميل جدا اللي كان معدي بالموتوسيكل وتقريبا واخد درع الدوري رايح يوديه للنادي الاهلي وبيقول لك انا اهلاوي، هو ده يعني، هو ده المفهوم اللي انا عايز اوصله لحضراتكم. الحب اللي بلا مقابل ده، يعني الراجل بيقول انا اهلاوي وعيلتي كلها اهلاويه وحاجه يعني، وراجل بسيط وراجل جميل وراجل ان انت تبص عليه كده تحبه من اول لحظه. فهو ده الحب اللي ما بين جماهير النادي الاهلي وما بين لعيبه النادي الاهلي وما بين اداره النادي الاهلي. تحس ان كل الناس في منظومه النادي الاهلي لا ايد واحده، الناس بتفكرش غير في مصلحه النادي. لكن تيجي على النقيض في نادي الزمالك، خلينا اتكلم معاك بمنتهى الامانه، نادي الزمالك كل واحد بيعمل لمصلحته، كل واحد من ابناء النادي عايز يشوف مصلحته فين ويجري وراها. الناس ما بتخططش لبكره تعمل ايه في نادي الزمالك، الناس ما بتفكرش تجيب موارد لنادي الزمالك، الناس ما بتفكرش ان هي تستثمر في اللعيبه، الناس ما بتفكرش ان هي ترضي اعضاء النادي وترضي جماهير النادي. يعني شفنا الزمالك بعيد عن البطولات ليه كام سنه، يعني والله بجد الله يكون في عون جماهيره، الله يكون في عون جماهيره. فاحنا يا جماعه والله العظيم مش بنشجع الاهلي عشان بياخد بطولات. الاهلي علمنا
وعودنا ان احنا ما نشبعش من البطولات. ولكن لو الاهلي كمان ما بياخدش بطولات، صدقوني يا جماعه هنفضل نشجعه وهنفضل نحبه، لان احنا بنحب كيان النادي الاهلي، بنحب حاجه اسمها النادي الاهلي، بنحب حاجه اسمها لعيبه النادي الاهلي. فانت لا تتساءل في دماغك الناس دي بتحب ليه، او الناس دي عندها شغف كبير قوي ليه بالبطولات. الشغف اللي احنا جايبينه ده استمدناه من النادي، استمدناه من اكتر من مجلس اداره في النادي الاهلي. كل الناس بتعمل لمصلحة النادي، وهو ده الفرق اللي احنا هنتكلم عليه مرارا وتكرارا. لازم النهاردة تبقى انت والمنظومة بتاعتك كلها ايد واحدة علشان تقدر ترتقي بالمنظومة. انا ما بقولش للزمالك ما تاخدش اسباب النجاح من النادي الاهلي، خد يا باشا اسباب النجاح من النادي الاهلي واشتغل عليها، وحاول ان انت تحققها، وحاول ان انت تعملها، وتشوف النادي الاهلي بيعمل ازاي وتعمل زيه. ده مش عيب ان انت تتعلم، مش عيب ان انت تشوف اللي احسن منك وتاخد منه الحاجة اللي هو نجح بيها. اسباب النجاح كتيره جدا، ولكن انت تبص عليا وتغل عليا وتحقد عليا وما بتفكرش بس غير ان انت توقعني، وما بتفكرش بس غير ان انت تكره الدنيا كلها فيا، وما بتفكرش غير تكره اللعيبه فيا، يبقى انت النهارده طول ما انت شايفني كده صدقني انت مش هتنجح او مش هتشوف نجاح. لازم انت تنتبه لنفسك، لازم تفكر في قدراتك، لازم تفكر في لعيبتك، لازم تشوف ايه المطلوب جهاز فني اجنبي ولا جهاز فني مصري، ايه المطلوب من اللعيبه، مين اللي بيختار اللعيبه، الكشافه اللي بتجيب اللعيبه، الناس اللي هي عندها فكر كروي المفروض تبقى موجوده في نادي الزمالك، واحد زي ايمن يونس، واحد زي اشرف قاسم. الناس دي يا جماعه ناس يعني بتفهم كوره، حازم امام. الناس دي هي اللي ممكن تطلع بالزمالك من عنق الزجاجه اللي هو فيها. يعني الناس دي اكيد ابناء من ابناء نادي الزمالك، واكيد عايزين يعملوا لمصلحه نادي الزمالك، زيهم زي الكابتن حسن شحاته، زي الكابتن حلمي طولان، زي الكابتن فاروق جعفر، زي طارق يحيى. كل الناس دي عايزه تشوف الزمالك يعني على منصات التتويج، ولكن ده مش هيحصل. انا بديك الخلاصه وبديك البرشامه اللي انت تاخدها علشان تقدر ان انت تنجح. الخلاصه في الموضوع ده ان انت مش هتنجح غير لما تبقى القلوب كلها يعني بتحب بعضها، القلوب كلها عايزه نادي الزمالك ان هو يتحسن، عايزه تشوف نادي الزمالك في مكان احسن، عايزه تشوف نادي الزمالك زي النادي الاهلي. هو ده يعني مش عايز اقول لحضراتكم صعب، يعني لا مش صعب مش مستحيل، ولكن مجلس اداره النادي الاهلي يا جماعه بيعمل حاجات تخليك تقف قدامها، بيجيب لك صفقات تقف قدامها، بيعمل موارد للنادي يخليك تفكر الناس دي بتشتغل لمصلحه النادي ازاي. برغم تعب الكابتن محمود الخطيب في الفتره اللي فاتت، والراجل بيقول لك انا كنت بقعد بال 12 ساعه في النادي، الراجل بيقول لك انا ما كنتش بسيب النادي. الراجل برغم تعبه وبرغم الالام اللي كان هو فيها، ولكن كان موجود دايما على راس المنظومه، كان موجود دايما في اخذ القرارات. الراجل اللي تحمل تحملات كتير جدا من مدربين، من لعيبه هو بيجيبها. الراجل لما جه وقعد مع اللعيبه اللي هي الجداد وقال لهم النادي الاهلي اولا، النادي الاهلي اولا، ما تفكرش في نفسك ولا تفكر في التيشيرت بتاعك ولا تفكر في النجوميه بتاعتك. النادي الاهلي هو النجم، النادي الاهلي فوق الجميع. ده مصطلح احنا بنقوله على جميع ابنائه، ملناش علاقه بالناس اللي بره، ملناش علاقه بنادي الزمالك، ملناش علاقه بالكيانات اللي بره. احنا النادي الاهلي فوق الجميع، جميع ابنائه، جميع مشجعينه، الناس اللي بتحبه ودايما عايزه تشوف النادي الاهلي على منصات التتويج.